حيا الله كل من يشاهدنا ويتابعنا عبر الرياضية العراقية وبرنامج سوالف ملعب. ختام الجولة الخامسة لقاء راح يجمع بعد قليل النفط بضيفه فريق الكرخ. الفريقين لحد الآن ما لاقين نفسهم في تذبذب بالنسبة للنفط وأيضا لفريق الكرخ. إن شاء الله نستمتع اليوم بالمباراة. خليكم ويانا نتعرف على كل صغيرة وكبيرة تخص مباراة النفط والكرخ في برنامج سوالف ملعب. برنامج سوالف ملعب. ما زعلان بس طبعا نادي جديد وتغيير جديد وما لعب. كان ارد اصعد تشيلون بالسدي؟ بالزوراء الطلبه زهراء عصبي الملعب. اليوم قلت لك هو وضعنا اختلف عن المباراة السابقة وطبيعي. الله يبارك فيك يا وجه الخير. كل الهلا بيك، انت جيتك خير وبركه على الفريق. مشر طلب هاي مشر فيلم. وانت بس انت مهاجم وتجيب بس يشوف وضع الفريق تعالي وتعالي مو عركه، هذا في حساسيه. حيدر قبل لا نبدا البرنامج خلينا نساعد الحكام يعرفون بالصافره بس ما يعرفون بالتصوير. مبينه الصوره مو حلوه. انتم ما تحجون من غير كلام مو الحكام. انا اخذ لكم صوره هاي تبقى ذكرى. هاي شيء هاي دق اعطي رفض. بس الحكام كنا نتمنى انه زي يعني واحد. ليش هيجي حرامات؟ كل من زي والله هذا موجود. يلا حبيبي. انا اذا اشوف هاشم طياره قاعد صافن على الملعب يباوع ما اعرف يتذكر ذكرياته مقولين عليه. كنا الصافن وباوع عليه كاني. والله صافن تباوع بالملعب. نقول هاشم طياره صافن على ذكرياته اجمل هدف عليه. لا طبعا اكيد يعني. شنو صافن تتذكر؟ والله يعني دائما انت من تكون موجود بالملعب تتذكر ايام زمان حقيقه يعني. شنو تتذكر يعني تتذكر احلى شيء الانجازات والبطولات والمستوى اللي تقدمه، وايضا تتذكر الجمهور اللي كان مآزرك وداعمك. فهي هاي سنه الحياه. هي كنا لاعبين اليوم مدربين. اي باكر يجوز اداريين ما تعرف يعني. هي يعني بس احنا التخطيط مالتنا الحمد لله والشكر بعد اللعب مباشره الامور الفنيه كمدرب حراس مرمى وهذا اختصاصنا. صح. انا اتابع الدوري العراقي اقول الله يساعد المنتخبات. نعيش ازمه حراس لو لا اشوف الحقيقه يعني احنا بالفتره الاخيره يعني صار هذا اللقط من الكلام بان عدم وجود حراس على مستوى عالي خاصه بالمنتخب. اليوم احنا نمتلك حراس من خيره الحراس. بس انت مدرب منتخب او منتخب اولمبي. طلع لي 3 حراس تعتمد عليهم بالدوري. موجودين حقيقه يعني. احنا يعني جلال حسن لا من عدا جلال انا احكيك على الشباب. الشباب موجودين يعني. شوف صح احنا او يجوز احنا ما نعطيهم فرصه مثلا بقيه يعني مو انت يعني الانديه البقيه. ممكن بعض الانديه يعني الفرصه تكون قليله، لكن تعرف انت هذا المركز يعني ينوب عنه حارس واحد وكل نادي به 3 حراس و4 حراس على اقل تقدير. لذلك يعني فرصه الحارس تكون يعني ضعيفه. الحراس اللي بالنفط اللي تراهن عليه انه المستقبل هذا راح يكون حارس المنتخب. شوف احنا عندنا تقريبا 4 حراس موجودين اللي هو علي ياسين ومصطفى طالب ووليد عطيه وعندنا حيدر رجاء. يعني حراس مميزين حقيقه يعني كمستوى وكاخلاق. لذلك انت يعني احنا بالنسبه لمصطفى ووليد هم حراس شباب، علي حارس خبره. ممكن باي لحظه هم راح يكون متواجد، والدليل بان مصطفى طالب الموسم الماضي هو كان الحارس الاساسي بالنسبه لنادي النفط،
اما وليد عطيه هو حارس الاساس النادي القاسم وحراس شباب، وتجي الفرصه ان شاء الله. يعني يعني احنا جبنا مثال على حراس نادي النفط، كثير موجودين يعني برزوا حقيقه يعني. فيحتاج، انا قلت لك يحتاج، يعني تعرف احنا هسه الان احنا خامس دور بالنسبه للدوري، ويحتاج مثلا يحتاج وقت في سبيل الان كلها تدور تبحث عن المستوى والاستقرار، وفعلا هاي حقيقه يعني. كل مدرب يعني يفكر هذا التفكير بحيث الاستقرار يكون موجود يعني من ضمن الحراس واللاعبين او حتى اللاعبين البدلاء. ممكن يعني بالفتره القادمه راح نشاهد حراس شباب وحراس يكونون يعني اهل ثقه يعني حقيقه. ان شاء الله. ان شاء الله. ما راح اسالك على النتيجه، راح اسالك منو تتوقع انه الشباكه تكون نظيفه؟ النفط لو الكرخ؟ والله شوف، يعني هي المباراه صعبه حقيقه يعني. فريق الكرخ من الفرق الجيده يعني، فريق شبابي واحنا كل موسم احنا نشاهد نادي الكرخ وتجديد اللاعبين وكذا. وايضا فريقنا فريق محترم وفريق جيد، وايضا الفريق انت تعرف يعني هذا الموسم يعني اكثر اللاعبين هم جدد على نادي النفط، يحتاج الوقت والانسجام. ممكن بدت الان يعني من خلال المباريات المستوى يكون افضل وافضل. اتصور يعني احنا راح نبدا بالتسجيل ان شاء الله من خلال المعطيات. شباككم نظيفه راح تكون ان شاء الله. اليوم احنا نحاول قدر المستطاع بان تكون الشباك نظيفه، لكن هاي كره قدم تعرف انت، يعني معتمد على الاخطاء. هي لعبه اخطاء، هي لعبه اخطاء. واتمنى انا طبعا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تكون الشباك نظيفه. من الاشياء الجميله بنادي النفط انه ما ينسون يعني لاعبيهم، وبالتاكيد كل العراقيين مو بس نادي النفط، حتى يعني انا واحد من الناس متاثر وما اقدر ابقى على المصطبه بوجود صوره الراحل الكابتن مصطفى سعدون اللي توفى اثناء التمرين. كابتن مشتاق، استريح شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله. والله شلونك؟ طبعا حلوه هاي المبادره، بس والله انا ما اقدر افوت من المصطبه، ما اقدر اشوف الصوره. استاذ هيثم، انا اقول الحمد لله ان الله والينا راجعون. دائما اقول مصطفى السعدون حيبقى رمز من رموز الرياضه النفطيه. انت مرات واحد يتوفى يعني حادث مكان يعني، بس هو اليوم مصطفى السعدون توفى بعمل. انا اقول عمل مالته بالتمرين، من خلال التمرين، وهذا حيبقى اسمه لازم بنادي النفط يبقى اسمه خالد. بنفس الوقت احنا خلينا الملعب الثاني باسمه مصطفى سعدون، وانا انطيت عهد على نفسي بين اني كل مباراه يعني الدوري ما طول الدوري هاي صار احنا موسمين، هذا الموسم الثالث، اقول مصطفى سعدون ما يصير يطلع من المصطبه. يمن احنا نجي ونشوف صورته وانا ارتاح، رغم ان النتيجه تصير فوز خساره تعادل، بس انا من اشوفه انا ارتاح. الحمد لله يعني متواصلين احنا ويا اهله ويا اخوته، بس احنا نقول يعني هذا قدر رب العالمين، لازم نؤمن به. شوف انت كل النجوم اللي راحت الرياضيين يبقون خالدين يعني بانديتهم بالكره العراقيه. مصطفى سعدون دائما هو يقولون السفير الانسانيه اللي سواه يعني جائحه كورونا، اعطاك يعني في الطابع حيبقى صورته خالده. كل ما تروح للمقبره مالته تشوف مالته يعني المقبره مالته النار كلها متروسه من الناس. الحمد لله وشكرا. ان شاء الله الرحمه والمغفره له. خليني اسالك على الفريق. والله نقول الحمد لله يعني فريقنا نقول بدايتنا بدايه انا اقول مثاليه لهذا الموسم. احنا طينا عهد على نفسنا كاداره وككادر تدريب ولاعبين نغير صوره النفط. من العام الماضي كانت يعني صوره انا اقول ماساويه بالعالم كله. انا دائما احكيها اقول برشلونه اذا راحوا من عندهم 4 لاعبين من التشكيله يتاثرون. كيف احنا يعني كلاعبين هاي يعني وضع الفريق؟ انا اقول كنا ننجح دوري المحترفين، بس بنفس الوقت مثل ما المدرب يخطئ اللاعب يخطئ. انا اقول جيت مسابقات خطأت، لازم تراجع الوضع ماله المرحله الثانيه، نعطي مساحه حتى اول شيء نحافظ على اللاعبين، نحافظ على المستوى الفني، ونحافظ على اللاعبين المنتخب. لان المنتخب انت شوف انت يعني تاثرنا ميمي مصاب، عندك علي جاسم مو بوضعه الطبيعي يتوقع ينصاب. حسن داخل بشرنا شنو اخباره لان تعرض الى اصابه قويه؟ والله خلال التمرين يعني فقدنا اللاعب حسن داخل المحترم، اللاعب الغيور، لاعب من الركائز الاساسيه فقدناه، اصابه كانت قويه يعني الحمد لله بلع اللسان،
صارت عنده حاله انه وياه بالمستشفى، الحمد لله رجع لوضعه الطبيعي، وديناه لاحسن دكتور علي شالشي، طمنا قال وضعه طبيعي، لازم يرتاح 10 ايام ويرجع لوضعه الطبيعي. يعني تعرف انت هاي الاصابات مو بيديك. صحيح. بس الحمد لله والشكر يعني المهم يعني اصابته زينه، تجاوزها. رجع لوضعه الطبيعي. الحمد لله. شنو رايك اسوي لقاءات ويا تحركهم اداريين؟ والله على اي والله والله يستاهل. انا اريد شويه يعني تغير. انا اول شيء اليوم حصير اليوم بدال استاذ هيثم. اليوم مكان استاذ هيثم. اي والله. شنو وضع الفريق؟ شنو وضع ان شاء الله الفريق بخير ان شاء الله؟ ان شاء الله الفريق يبشر بخير ومستعدين جيد. وتعرف هذا الموسم ان شاء الله بدينا بدايه زينه، وان شاء الله ننهيها نهايه زينه، وان شاء الله اليوم المباراه تصير بصالحنا. انا دائما اقول روح الفريق النفط هو سيد حسين. دائما انا اقول الجندي مجهول، يعني دائما هو انا اقول صحيح وهي بدون مجامله. يمكن نادي النفط كله هو سيد حسين. شهاده اعتز بها، وتعرف هو نادي النفط احنا ربينا به، وهذا نادينا، ومن الصغر هو هذا صار بيتي يعني، والاخوان والاستاذ ابو شوق والكل هم صاروا مثل الاب الي. يا السلام عليكم. عليكم السلام. صهيب حبيبي، شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. اخبارك؟ هيدر، كرار، حمزه. صهيب شو اليوم انت واقف يمنا اليوم شنو؟ والله جاي اسلم عليك، بس صار له ساعه تسوي لقاء. شلون الوضع مالتك؟ والله شلون الحمد وضعك؟ لله. ماكو شيء؟ لا ان شاء الله ماكو شيء. شلون وضعكم انتم نادي الكرخ؟ والله زين الحمد لله. شو تتوقع النتيجه اليوم؟ ان شاء الله فايزين. النفط ان شاء الله؟ لا انت الكرخ. لا روحك وين النفط، انا ما طول وقت يمنا. نجي على حيدر حسين المهاجم، انا اقول يعني اللي حيصير بصمه له بالدوري العراقي. شنو شاء حيدر الله. شنو وضع والله نعمة، وضع الفريق؟ إن شاء الله فايزين. يعني فريق زين، وضعيتنا زينة، إن شاء الله ان فايزين شاء الله اليوم تنزل تسجل هدف بإذن الله. ان شاء الله. كرر حبيبي. حبيبي كابتن، شلون الوضع؟ الله يسلمك. الحمد لله. وضع الفريق لا الحمد لله، وضع الفريق زين، يبشر بخير ان شاء الله. ان شاء الله. حمزه اليوم، حمزه دائما ويا اللاعبين يعني. تفضل حمزه. شنو وضع الفريق؟ ان شاء الله الفريق جاهز للعبه، ان شاء الله. غالبين ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفق الجميع ان شاء الله. يوفق الجميع. نروح هذول اللي يلعبون تنس، هذول لاعبين تنس حتى ايه. عمر اي عندي لازم ويا عمر نجي. السلام عليكم عمور حبيبي، شلون الاخبار؟ كابتن حبيبي شلونك؟ انا دائما اقول للاعلام يعني لازم نقدم احنا كرياضه بشكل عام كتاب شكر وتقدير للمعالج عمر اللي خلصنا من حاله وفاه حقيقيه او نقول اصابه قويه. اللاعب حسن داخل كان جهودك جباره، والان دائما يعني هسه كل النادي كل هذا يعني اللي عشناه ويا حسن داخل لحظات يمكن صعبه. شنو اللي صار ويا حسن داخل؟ اللي صار ويا حسن داخل كرة هوائية، هو المدافع كرار فقد الوعي، صارت عنده حالة إغماء، وبحالة الإغماء يصير حالة بلع اللسان، يعني شوكة عضلة بالجسم ترتخي، من ضمنها عضلة اللسان ترتخي تسد المجرى التنفس. سعفته أني ورجع له التنفس، من رجع له التنفس صارت عنده حالة ازدواجية اللي هي نوبة عصبية. الحمد لله فضل الله والبيت نقلناه المستشفى الجمله العصبيه وصار زين، وهسه وضعه افضل الحمد لله والشكر. بس انا يمكن قد عشت يعني كره قدم يمكن 25 موسم أي. ما شفت هيك اصابه. صح تصير اصابه أي باللسان بس هي صارت وياه حاله صعبه، يعني هي يمكن اول مره تصير. بالضبط، يعني صار عنده حاله بلع لسان، وبعد حاله بلع لسان من قام يتنفس صارت عنده نوبه عصبيه. الحمد لله والشكر. الله يشافيك. اقول جهودك جباره ان شاء الله، والله يوفقك ان شاء الله. وشكر تقدير لك. يلعبون تنس، هذا انا عباس عوف التنس عباس متعادلين هاي. السلام عليكم. عباس انا احمد حبيبي، احمد شنو الوضع حبيبي؟ والله ان شاء الله بخير، استعداداتنا جيده ان شاء الله، طموحنا الفوز ان شاء الله. الوضع ان شاء الله يبشر ان شاء الله بخير. بخير الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي حسين تعال، حسين تعال. لا بس شوف وضع الفريق. اي تعال، هو تعال مو عركه، هذا في حساسيه. الحمد لله. انا ارجع الهيثم. وين هيثم؟ هذا هيثم. انا هسه اللاعبين الحمد لله سوينا وياهم كلهم. بس كرار ما سويت يعني. كرار هذا انا اقول كرار الزاقي الحمد لله. يمكن اول مباراه رجع لوضعه الطبيعي، اصابه كانت عنده قويه، يعني كرار من الركائز الاساسيه بالفريق. اتمنى ان شاء الله العوده السريعه ويخدمنا ان شاء الله. كرار شنو الوضع؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله كابتن، يعني كنت انا يعني قعدت فتره وهسه رجعت ان شاء الله هاي اول مباراه لي،
وان شاء الله البركه باللاعبين بالموجودين، والتوفيق للجميع ان شاء الله. انا عبالي يوم جايب ملابسك، انا عبالي انت يعني مو موجود، يعني قلت والله انت تتمرن. نلعب ليش؟ ما تريد نلعب. استاذ هيثم ما يريد نلعب ليش؟ يعني لا اليوم لازم ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله فريق ان شاء الله البركه باللاعبين ان شاء الله. شو نتوقع النتيجه؟ ان شاء الله نتمنى التوفيق احنا لفريقنا بعد مباراه ما تعرف مصيرها شنو. حبيبي استاذ هيثم، انا الحمد لله اليوم اخذت من وقتك، اني شكرا، واقدر اسوي لقاء وياك. انا دائما اقول لما تجي انت لنا دائما خير كل مباراه. هسه اليوم اذا فزتوا، اذا فزنا اليوم يعني ان شاء الله نتيجه ايجابيه، يعني الجائزه مالتك خاصه، ما داعي انها خاصه. شنو على لسانك يجيك. انت تعرف انا شريف. اي والله حاضر. هذا ابو البيجامه والستره. يعني يمكن جمعه ثامن، بدا جمعه ثامن حاضرين. ما زعلان بس نادي جديد وتغيير جديد وما لعب. انا اريد اصعد تشيلون بالسدية؟ بالزوراء ولا الطلبه؟ زهرة. عصبي الملعب. اليوم قلت لك هو وضعنا اختلف عن المباراه السابقه وطبيعي. الله يبارك فيك يا وجه الخير. كل الهلا بيك، انت جيتك خير وبركه على الفريق. وش هاي وش الفيلم. وانت بس انت مهاجم وتجيب لك. بس يشوف وضع الفريق. اي تعالي وتعالي مو عركه، هذا في حساسيه. نقاش حاد جماعة الكرخ، ما أعرف على مود اللعبة، ما أعرف. السلام عليكم. على شنو تتناقشون؟ والله امور لا امور خارج الفريق. بالي الفريق. لا امور خارج. احنا ان شاء الله إذا سوينا استفتاء يمكن أنت ما أدري أبو حمرة يأيدني لو لا، الإداري الأنيق بالدوري. لا اكو هوايه منو طلع لي واحد؟ بدون ذكر اسماء. هسه لا يقول هو، أنت قول حتى ما مو أنيق. والله انا من زمان يعني هو انيق. نعتزل. هو انيق مو بس ملابسه للامانه، هسه هو مو هو موجود. علاوي يعني اخوي وصديقي من عشره عمر. هو قبل ما يكون انيق بملابسه انيق باخلاقه. يعني الله شاهد هادئ. حتى من ينفعل ويروح يجي بداخله ويباوع يعني، وهذا بس يعني شوف هاي كم شغله حلوه بيك. هادئ، ما تتعارك. لا تتعارك من الالعاب. باللعب احنا بدنا نحكي على الاداري. اي بس اثناء المباراه، بالمباراه لا. لا والله حتى بالمباراه ما شايفك كان يعني اعتراضك. لا تعارك ويا ابو حمراء بس. اي لان هو كان بس هو الكبير ما تعارك. ما مقول عليه بالخطا. لا بس دقوا علينا جزاء بملعب دهوك 2000 لا 2011 من دهوك التوج بالدوري. الله يذكره بالخير ان شاء الله. صباح عبد كان الحكم، فالكره كانت بيني وبين ابو حمراء مشتركه، يعني كانت تاتش بصدري. انا عبالي فاول دق لي دق جزاء. اي هو جاي اعتذر الرجال بعد المباراه، يعني مو بعد المباراه مباشره، وانما ببرأ فتره جا الكابتن شرار. ما نقول الله يرحمه طيب الذكر. صح هو مو يعني، بس هو قلبا وقالبا عايش ويانا كابتن شرار، فاعتذر قال لي انا غلطت وهذا، بس هو الدوري اخذه توك بوقته. بس ما مقول على ابو حمران. لا والله أبد. بس متعارك ابو حمراء، هو متعارك. لا على شنو تتعاركون؟ يعني بالمباراه. بس بالمباراه. اي لا لا خارج المباراه ابو حمراء اخوي. انا عبالي ما متفاهمين بلقائكم، مرات اصدقاء بس ما متفاهمين. يعني مثلا انت تشجع ريال هو يشجع برشلونه، هو تحب تقول هذا حلو يقول مو حلو. احنا بعد المباراه مو رياضيين. لا قصدي يعني ما مختلفين بالاراء مو لا حتى ذا الاختلاف بالراي لا يفسد من ولد القضيه. عادي خليه يختلف فيها، بس امشي بالملعب. بالعكس انا على مرات ترى بالاشاره، يعني مو شرط يحكي، يعني مثلا يصير حاله او يصير شيء، يعني اذا يباوع له او اباوع له اللي يفتهم شنو صار او شنو بده يصير. هيك شيء. هسه انت باوعت له. اي ايش راح تفتهم من شو محضر اليوم؟ هو متفائل جاي. والله جاي مرتاح، من اول ما شفته مبتسم يعني
عكس المباراة نجيها حتى إن كانت جماهيرية ومباراة عادية مع احترامات باقي الفرق. احنا ندخل بشخصية البطل، احنا تعلمنا هيك من كنا اللاعبين. عندنا المباراة الجماهيرية يعني تعطينا دافع أكثر من المباراة العادية، وإن شاء الله البركة بالشباب اللي موجودين، وثلاث نقاط يعني حق مشروع إن شاء الله. صح. من يشبهك باللعب ومن يشبه أبو حمرة بالحراسة؟ أبو حمرة يشبه أبو حمرة، وعلى عبد علي يشبه على عبد علي. يعني ماكو من اللاعبين الشباب واحد كستايل يعني. لا هم جزء أحسن من عندنا. لا كستايل يعني مو إلا أحسن. يعني الركضة القطع أبو حمرة أكو حارس عندنا بس ما طول بالملاعب، اللي كان ويانا 2010. يتذكر ابو حمراء هو ريوق ما يتذكر. لا ابو حمراء لا يتذكر. بس انا ما ادري هو ابو حمراء يخليه. زين واللاعب؟ لاعب هو اكيد هو، مو انا اقول. يعني انت ما شفت واحد يشبهك؟ ابو حمراء يقول لك انا. منو اللاعب يشبه؟ يعني شوف هو انا اشكي بس على شغله واحده، يجوز الاداء يجي، يجوز الستايل يجي، بس الحرص يعني لحد الان احنا كنا نطلع من المباراه اذا النتيجه ايجابيه لا طايرين الفرح، بس اذا سلبيه حتى بالتعادل الله شاهد ما تنام تظل تفكر ان كانت المباراه كل اسبوع او 6 ايام، هسه لا زين 3 ايام حتى ما يلحق لها، يجوز ينساها بسرعه. لا تظل تفكر بهذا الاسبوع حتى بالتدريب، حتى تيجي مباراه الاخ تعوضها او تصحح الخطا اللي وقعت فيه. يعني ما شاء الله السوشيال ميديا موجود متكوم، ورا المباريات تطلع تلقاه منزل ستوريات ومنزل هاي اماكن يعني مطعم او كوفي، يعني شغله ما ناسيها. انا اتمنى لا نصيحه مو للكرخ، لكل اللاعبين صراحه. الحرص ضروري يعني الحرص خلي قهره، يعني لا تضوج، خلي ضوج على المباراه. ابو حمراء هذا اخوك مو؟ باين بدون ما تقول ايه. من الموصل؟ لا بغداد. والله ما تحكي مصلاوي؟ لا بغداد. بس شو مو رياضي؟ احسن. ليش اهل الدراسه؟ لا الدراسه احسن. يعني تكره الرياضه؟ اي بس هسه دخلت تربيه رياضيه. راح تضعف. اي ان شاء الله. زين تحب الكرخ ولا تحب محمد يعني على موده؟ منو؟ تحب ابو حمراء ولا تحب الكرخ؟ لا اثنينهم. يعني دائما يشجع. اشجع الكرخ. من زمان؟ اي. ومن ايام الوالد الله يرحمه كان يعني يحضر المباريات، هو كان بعمر اصغر من هذا العمر. يلا خليه يخلص الكليه بلكي يضعف ورا الكليه. ان شاء الله. يلا اتمنى لكم كل موفقين. لعبه للزوراء وهنا وليد الله اول هدف اول عن طريق احمد صبري بهدف نفطي اول. التقدم للنفط عن طريق احمد صبري بهدف اول. النفط يبدأ بقوة بهدف، لكن راح نشوف الإعادة. الحقيقة وليد كريم وتحضير ممتاز ولأحمد صبري. هذا وليد أقدم لاعبي الفريق، وبالتالي أحمد صبري. محمد عباس اكتفى بالتفرج ومباشرة بهدف أول. أحمد صبري في الدقيقة 4 من عمر اللقاء يفتتح. تابعنا الشوط الأول ينتهي لمصلحة فريق النفط، هدف مقابل لا شيء. ننتظر الشوط الثاني وننتظر الإثارة بالتأكيد ونتعرف على الفريق الفائز. المحاولة الآن محمد وخطيرة وهدف التعديل، جول للكناري. ستيفن بافور البديل الناجح بيسارية قوية بالدقيقة 69. 1-1. الكرخ يستحق التعديل. مازن فياض كان ممكن يعني تكون 2-0، لكن شوف هذا البديل الناجح. بدلاء من بديل إلى بديل.
محمد وباليسار قوية جدا صعبة على علي ياسين اللي أنقذ النفط من ركلة جزاء ومن هدف أكيد. والكرخ يعدل عن طريق البدلاء. اي نعم بديل ناجح. اعتقد لمست اوتارا وتغير اتجاهها، وبالتالي الكناري 1. عملية تحضير ستيفن بافار. الله، ثاني للكناري بهدف ناري بتسديدة قوية. هذا بديل ناجح. اي نعم، الرقصة الأفريقية ستيفن بافار بكرة قوية. ثاني الأهداف لستيفن بافار. هذا بديل ناجح للكناري. أحمد عبد الجبار يقلب النتيجة بالشوط الثاني، لكن شوف اللقطة ستيفن بافار صعبة على علي ياسين. الكناري بهدف ناري عن طريق ستيفن بافار. لاحظ لم الكرة وحضرها وبقوة صعبة على علي ياسين بالقائم دخلت المرمى. هل هناك من كلمة للعنيد؟ عالية الكرة وخطيرة وجول! هدف لصبري، أحمد صبري، وفرحة مشتاق. لكن محمد عباس كل غلطة بورطة، لا كل غلطة بهدف. هدف بهدية لصبري. أحمد صبري يعدل النفط 2-2 الآن. لاحظ الانطلاقة أوه يا محمد عباس، كل غلطة بورطة، وغلطة الشاطر مو بلف بجول. نعم هدية لصبري. إذا انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 بين النفط وفريق الكرك. كنا نتمنى أنه نجري لقاءات بين لاعبي الفريقين، لكن الظروف حالت دون ذلك. عموما كل التوفيق للكرك، كل التوفيق للنفط في المباريات القادمة. ختاما تقبلوا تحيات المصور حيدر نسيم. إلى اللقاء.